الدولي أين الجميع يرتقب وينتظر وصول جثمان الفقيدة، فقيدة الطرب الفن الجزائري والعربي. أمين، صف لنا الأجواء هناك. نعم أمينة، بقلوب خاشعة ومتضرعة نقف هنا وقفة ترحم على روح الفنانة الطاهرة وردة الجزائرية. الفنانون، الأصدقاء، المحبون والمعجبون بأميرة الطرب العربي يحضرون هنا لاستقبال روحها الطاهرة. ومعنا أمينة فلا عبابسة. كيف تلقيت نبأ وفاة وردة الجزائرية؟ يعني إلى الآن أنا ما رانيش مصدقة. يعني خبر هل أصدق هل ما أصدقش، ما زلنا في الشوك. لكن وش راح نقول؟ إنه عمود فقري كبير، عمود من أعمدة الفن العربي، اللي شرفت الأغنية العربية وعبر صوتها وعبر أغانيها والتاريخ كله. تعلمنا الوقفة وتعلمنا العرب وتعلمنا يعني من الأغاني الجزائرية، تعلمنا نغني الشرقي، أحببنا الأغنية الشرقية عبر صوت وردتنا الله يرحمها. يعني ما رانيش مستوعبة أنه ممكن تجيب إلا بديك الوقفة ديالها، لكن اللهم الاعتراض وربي يصبرنا إن شاء الله. تركت تاريخ كبير من الأغاني الخالدة، وإن شاء الله لابد أنه يعني تنعمل باعتبار، وينعمل في العيد اللي كانت المفروض تحضر فيه الله يرحمها، في عيد 50 سنة استقلال. فلابد أنه يتعمل حفل تكريمي إلى كل أغاني الخالدة لوردتنا، وهي أيضا لطالما غنت للجزائر وللحرية وللاستقلال. أيضا يحضر أيضا معنا الفنان عبدو درياسة. يعني كيف تلقيتم نبأ وفاة وردة الجزائرية؟ باش نقول لك يا خويا، كما كل الجزائريين صدمة. بالك احنا كنا قراب لها يمكن لأنها فنانين، وانا شخصيا يعني كنت نعرفها شخصيا. راحت لنا حاجة كبيرة، الله يرحمها، وهذاك ربي واش اللي قدروا، والله يرحمها ويسع عليها. شكرا عبدو درياسة. كذلك كل الفنانين هنا بالمطار مستعدون لاستقبال جثمان الفقيدة الراحلة وردة من ورود الجزائر. أمينة، للتذكير فإن جثمان الفقيدة سيحل غدا بقصر الثقافة مفدي زكريا، حيث سيفسح المجال للتعزية. كذلك سيوارى جثمانها الثرى إذن في مقبرة العالية.